اهلا وسهلا بكم مره اخرى في مطبخ الشيف مجيد. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الطبق اللي كتير رائع بمعنى الكلمه، اللي هو النودلز بطريقه كتير سهله واحترافيه اللي غادي تستعملوها بسهوله وواحد الطعم اللي كتير شهي. ما عليكم الا تبقاو معنا وغادي تشوفوا طريقه التحضير مع المقادير. اذا على بركه الله ندوزو للمرحله تحضير طبق اليوم. اول حاجه هنايا كي قلت غادي نحتاجو الدجاج. انا هاد الوصفه دي درتها بالدجاج والبرونز او الكروفيت رويال. هنا غادي نحتاجو بطبيعه الحال كي قلت الدجاج 100 غرام للشخص، مع بضع حبات من البرونز للشخص او الكروفيت للشخص. هنا نحتاجو النودل. هاد النودل خاصين اطباق يعني الاسيويه. كي كتشوفوا هنايا كاين فيهم اللي كيكونوا من الشعريه الصينيه اللي كتكون يعني اللون ديالها ابيض. كاين هادو كيتسموا ايغ نودلز مصنوعين من البيض. كاين اللي كيكون فيهم بلا، وكاين اللي كيكونوا دائرين. وهادو اللي كيكونوا بلا كيكونوا بحال الشكل ديال الطاغلياتيل، ودوك اللي دايرين كيكونوا بحال الشكل ديال سباكيتي، وكيكونوا كبار يعني حسب الحجم اللي بغيتو، يا رقاق غلاظ. وتقدروا تستعملوا حتى الشعريه الصينيه في هذه الوصفه هذه. هادو هما المكونات الاساسيين. هنا يمكن لكم تستعملوا اي حاجه بغيتو من الخضار. كي كتشوفوا هنا استعملت هذا كتسمى جلبانه او المونجتو او الفاصوليا، كتكون باقي جديده كامله، كنقطعوها شرائح رقيقه هكا. كنستعملوا هنايا المكور الابيض، كنستعملوا البصل الاخضر، الجزر، الفلفل مشكل، وبطبيعه الحال الزنجبيل او السكينجبير هنايا فريش اللي غادي نحكوه مباشره. بالنسبه والبصله وكذلك والثوم. هنا تقريبا الخضره اللي استعملت هنا غتكون فيها للشخص 150 غرام مخلطه بينها شي، يعني شويه الوصفه، والقليل من البصل الابيض او البصل العادي قطعناه شرائح هكا. بطبيعه الحال غادي نحتاجوا بيضه للشخص، وغادي نحتاجوا زيت سمسم، وغادي نحتاجوا الفلفل الاسود والقليل من الملح. لان غنستعملوا هنايا صلصه السمك او سكويد فيش. هذه ما كنديرش فيها اشهار، ولكن غير بغيت نوري عليكم لان ديجا طلبوني بعض الاخوه عليها. هذه كتكون الطعم ديالها مالح، لكن كتكون قويه جدا لطعم السمك، كتعطي واحد الطعم قوي للسمك. او البلا اللي غنخدمو كيكون فيه طعم السمك قوي. بطبيعه الحال صلصه الصويا هنا ما كاين مشكل، او الصوجا تقدروا تستعملوا الخفيفه او الثقيله، ما كاين حتى مشكل حتى تغير اللون ما عندنا مشكل. وكذلك كنستعملوا هنايا الفلفل الحلو او سويت تشيلي اللي كتشوفوا الرابط هنا الفوق ديجا وجدته معكم. ما عندكمش تقدروا تعوضوه بالكيتشوب، لكن في ديك الحاله خصكم تضيفوا واحد شويه ديال الفلفل الاخضر الحار. هنا على بركه الله غادي نكونوا طيبنا هاد النودل هذا حسب النوع اللي عندكم. كاين اللي كيطيب في 5 دقائق، كاين اللي كيطيب في 6 دقائق، كاين اللي كيطيب حتى 8 ديال الدقائق، حسب اشنو وجدتو نتوما. بطبيعه الحال غادي نطيبوه وغادي نحطوه على جنب يكون واجب بطبيعه الحال. اذا انا غادي ندوز معكم وغادي نوريكم طريقه التحضير اللي هي جد سهله. اذا على بركه الله، بسم الله. هنا ضروري تكون عندنا هاد الوok او المقلاة تكون شويه غرقه. نديروا الزيت بطبيعه الحال. المقلاة ضروري تكون سخونه. اول حاجه نحاولوا اننا نضيفوا البيض على شكل هكا، هو الاول، ونخدموا في هذا الزيت باش هذا البيض هذا يتفتح لينا في الزيت. كل شيء كتشوفوا كيولي بحال الشكل ديال الشعيرات مطلوقه كتشوفوا هنايا. هنا غادي نحاول اننا نحيدو، لان غادي نوريكم شويه بشويه الطريقه كيفاش غادي ندير. غنحاول نحيدو وغادي نحتفظ به في واحد الصحن على جنب. كتشوفوا الشكل ديالو كيف كيكون. هنا كيجينا سهل انه ينسجم مع هذا النودل. اذا غنحاول نحتفظ به على جنب. نحاولوا اننا نمسحوا هذا المقلاة او الوok. علاش؟ باش هذا البيض هذا اللي كاين ما يتحرق ليناش ويعطينا المروريه. نحتفظوا بنفس الوok او نفس المقلاة. فقط كي قلت خص ضروري اننا نمسحوا، ولا كنمسحوا هذا الوok ضروري خصنا نكونوا طفينا الغاز. هنا غنضيف زيت مره اخرى وغنشعل للوok. غادي نحاول كل مره نقول الوok حتى تولفوا هذا الاسم هذا، لان هذا هو الاسم الصحيح ديال هذه المقلاة اللي كتكون غارقه هكا. غنضيف مره اخرى الزيت.
وخصها تكون المقلاة سخونه قبل ما نضيف اي حاجه. ضروري تكون المقلاة سخونه 100%. هنا غادي نضيف الدجاج. بسم الله. بطبيعه الحال اول حاجه غنضيفوا مع الدجاج هي هاد الكروفيت هادو، لانني غير غادي نشحر هاد الدجاج والكروفيت، غنحيدهم وغادي نخليهم على جنب كذلك. لان كتشوفوا الدجاج تقريبا طاب. غنضيف عليه الكروفيت رويال. بمجرد ما يتغير اللون غادي نبدا نضيف ليه شويه ديال هاد المكونات كاملين، يعني ديال العطريه من الصويا وسويت شيلي وصلصه السمك او صوص فيش، مع القليل من الثوم والملحه شويه بطبيعه الحال. الا عندكم مقلاة صغيره تقدروا انكم تخدموا شويه بشويه، يعني كميه بكميه بطبيعه الحال. وانا نخدم معكم بطريقه ديال المطاعم، يعني غادي نطيب حاجه بحاجه، من بعد عاد غادي نبدا نمزجوا ونكونوا الطبق ديالنا بطبيعه الحال. اذا هنا غادي نضيف شويه ديال الثومه، تقريبا جهد معلقه، لان بغيت الثومه نصوب بها الخضره كامله. وغادي نضيف لها سويت شيلي او كتشوفوا، مع صويا صوص. هنا نحركها، واحد اللون كتعطي كثير رائع كتشوفوا. وبطبيعه الحال القليل من صلصه السمك، فقط قطرات كتشوفوا كافيين. وهنا غادي نحتفظ بهم على جنب، وغادي نوجد المقلاة ديالي. الا شفتوا المقلاة تحرقات لكم بزاف ولا حاجه ما كاين مشكل تغسلوها، رغم انني ما كنفضلش انها تغسل، لكن الا شفتوا هذاك الشكل حيدوه باش ما يعطيكمش هذيك المروريه. اذا هنا الدجاج ديالنا والكروفيت صبحوا جاهزين، غندوزو باش نوجدوا الخضره معنا. هنا اول حاجه غنديروا هي زيت السمسم. حتى لو ما عندكمش زيت السمسم تقدروا تعوضوه بزيت المائده عادي، لكن زيت السمسم تيقوني كيعطي واحد الطعم اللي كثير رائع بمعنى الكلمه. حاولوا فرقوه كامل على المقلاة كتشوفوا هنايا. اول حاجه نضيفوا البصل. بسم الله. مباشره بعد البصل غنضيفوا القليل من الملح، قليل كذلك نضيفوا الثوم، نحكوا الزنجبيل، واحد مايونيز تقريبا ملعقه كافيه لهذه الكميه كامله اللي درت. خدموا هذه المكونات. نشوفوا هذه البصله انها تغير اللون ديالها. على فكره على ذكر البصله، هنا الخضر ما خصهمش يطيبوا، خصنا منين ناكلوا نحسوا بدوك الخضر انهم كيتمضغوا عندنا، يعني كيكونوا كروكون كيقولوا، يعني ماشي اننا نطيبوهم حتى يوليو يعني زبده صافي. ما لا، هاد الاكله هذه كتكون اكله سريعه، وكل شيء كنستافدوا من هاد المكونات. هنا بطبيعه الحال القليل من الفلفل الاسود، قليل جدا، هنا درنا هنا كثير. هنا درنا هذا الفلفل الحلو كاين فيه، ولا بغيتو الحار تقدروا تزيروا الحار بطبيعه الحال. هنا غادي نضيفوا هاد المكونات كاملين اللي عندنا: الفلفله، الجزر، البصل كيف كتشوفوا، المكور قطعتو على شكل هكا، والجلبانه بالقشره ديالها اللي كيكون رقيقه. ونخدموا هاد المكونات مزيان تيطيحوا، راه غادي تشوفوا الحجم ديالهم غادي يطيح بطبيعه الحال. اذا كتشوفوا الخضره صبحات جاهزه، غنحيدها حتى هي وغادي نحطها في صحن، وغادي نبداو تحضير الطبق ديالنا. كلشي طيبناه. بسم الله. اذا هنا مره ثانيه ما تبقى من القليل. دابا غندير معكم الطبق
قد هكا. غادي نجيو اول حاجه بطبيعه الحال غادي نحطو الدجاج مع الكروفيت اللي صاوبنا، نحطو الكميه اللي غادي ندوزو. بسم الله. قليل من البيض كتشوفوا، يعني كيجي مشعر هكا مفتوح. وبطبيعه الحال قليل من الخضره. هنا غادي نضيفو النودل هنا كتشوفوا، وغادي نبداو نحاولوا نخدموا هاد المكونات. بطبيعه الحال النودل كتكون سخونه عندنا، وغادي نضيفو صلصه سويت شيلي. بسم الله. تقريبا واحد 2 معالق كبار. قليل من صويا شكل هكا. نحاولوا نطلعوا الفوق على شكل هكا. شفنا الخضره خاصنا شويه، غادي نضيفوا لها بطبيعه الحال الخضره على الشكل هكا. نبقى نحركوا حتى يتمزجوا هاد المكونات كاملين. ما شاء الله، واحد الرائحه اللي كثير رائعه. هنا الطبق ديالنا تقريبا اصبح جاهز. النودل سخونه كيضفناها، كلشي سخون، يعني كلشي كيوجد على مينوت. هاد المكونات هادو تقدروا توجدوهم وتحطوهم قبل مثلا لا بيتعرضوا على شي حد ولا حاجه، توجدوهم تحطوهم واجدين. بمجرد ما تبغوا تقدموا الطبق غادي تجيو وغتسخنوا هاد المكونات بهذه الطريقه كيف جمعتهم، وغادي تقدموهم بطبيعه الحال. اذا هنا غادي نحاولوا نعطيو التقديم النهائي ديال البلا ديالنا ديال اليوم. ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا هذا هو الطبق بطبيعه الحال اللي وجدت معكم. كتشوفوا واحد الطبق اللي كثير غني فيتامينات وزيت سمسم، دجاج، كروفيت، خضار جيده. بطبيعه الحال ديما وقت ما كنذكروا النودل ما كنساوش كاوكاو محمر ومهرمش على شكل هكا، لان كيجي رائع بمعنى الكلمه. كيجي كثير شهي في هاد الوصفه هذه، لان كيعطي واحد القرمشه بطبيعه الحال، كيعطيه واحد الطعم. انا ما نكذب عليكم، ما يمكنش انني ناكل النودل من غير هاد الكاوكاو هذا المهرمش بطبيعه الحال. نتمنى بالله ان هاد الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. وكي كنقول ديما ما تبخلوش علينا بجيم، بارطاج والاشتراك. ما علينا نقول لكم تلقاو في وصفه جديده في مطبخ الشاف مجيد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.